اهلا بيكم معانا النهارده حلقه جديده، وحلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا وناس كتيره جدا بتشتكي منه في ايام معينه، وهي اضطراب النوم. اضطراب النوم هنتكلم عن اسبابه وهنتكلم عن تمرين علشان خاطر يعالج الموضوع ده. اول حاجه، ايه اللي بيسبب اضطراب النوم؟ اول حاجه انه يكون تفكيرك مشغول بحاجه معينه. حاول قبل ما تخش تنام ما تمسكش التليفون قبلها بنص ساعه، ما تتعرضوش لضوء اللي هو الضوء الازرق، او اللي هو الضوء اللي هو الابيض، اللي هو زي لمبات الليد والضوء التليفون وكل الالوان اللي هي لونها ابيض دي بتجيب ارق وبتسبب الارق عامه حتى لو مفيش اي حاجه شاغله بالك. فحاول على قد ما تقدر يكون الاضواء حواليك لونها اصفر، اللي هو اللون اللمبات العاديه اللي هي بتكون لونها احمر او اصفر، لان ده بيساعد جدا على النوم وبيفرز هرمون معين في المخ بيساعد على الاسترخاء والنوم. وما تمسكش التليفون قبلها بنص ساعه قبل ما تنام، وصفي دماغك من الافكار، لان في ناس كتيره جدا ممكن يكون عندها مشاكل وما بيحللهاش التفكير غير قبل النوم. فحاول على قد ما تقدر ان انت ما تفكرش في اي مشاكل وفي اي حاجه قبل ما تنام، لان ده اللي بيسبب الارق. او في ناس، يعني هقول لكم في ناس تانية عندها هواية ان هم يتخيلوا سيناريوهات ويتخيلوا حاجات قبل ما يناموا. اوكي، دي حاجة حلوة وبتساعد على ان انت تجذب الحاجة اللي انت تتمناها قبل ما تنام، ولكن ما تكترش. اكتر حاجة 10 دقايق وتكون في جلسة معينة محددة ولمدة ايام معينة. وطالما عندك ارق حاول ان انت تخش على سريرك متعملش اي حاجة غير النوم، لان في ناس كتيره جدا اللي هي بتعمل السيناريوهات دي بتطول معاها وبتخلي عقلك دايما في نشاط وفي تفكير، فانت ما بتقدرش تنام. فحاولوا لما تخشوا تناموا تفكروش، تعملوش سيناريوهات، تلعبوش بالتليفون، ما تتعرضوش للضوء، تعملوش اي حاجه. وهقول لكم على تمرين دلوقتي يخلصكم من اي افكار موجوده في دماغكم، علشان خاطر دايما في ناس ما بتعرفش ان هي تفضي دماغها من الافكار، وكل ما تخلص من فكره ترجع لها فكره تانية. لما تكونوا مغمضين عينيكم وتبداوا ان انتوا تفكروا في حاجه معينه، اول حاجه حاولوا ان انتوا تركزوا على صوت اللي هي الضوضاء البيضاء، اللي هي زي مثلا صوت المروحه او صوت التكييف، صوت الهدوء، صوت الزنه في الودان، صوت اي حاجه حواليكم. ابداوا ان انتوا تركزوا فيها فقط، ده هيخليكم ان انتوا تركزوا على حاجه واحده وتوقف التفكير في الموضوع اللي هو كان شغلك او اللي هو بيشوش افكارك وبيخلي عقلك في حالة نشاط. تاني حاجة ان انت تغمض عينك وتتخيل الموضوع او الحاجات اللي انت شايفها في دماغك او ان انت بتفكر فيها في دماغك عبارة عن موجودة في زي بابلز موجودة كده، زي اللي هي بابلز اللي هي الفرقيع. تخيلوا ان هي بتطير قدامكم كده والافكار كلها بتاعتكم بقت جوه بابلز وطايره قدامكم كده اهوت، وانتم مغمضين عينيكم، وابتدوا ان انتوا تشوفوها بتفرقع وتتبخر، بتفرقع وتتبخر، بتفرقع وتتبخر، لحد ما يبقى قدامكم سواد تام من غير اي حاجه. يعني تشوفوا كل الافكار بتاعتكم ان هي تبخرت وراحت. او طريقه تانية ان انتوا تتخيلوا الصورة اللي في دماغكم او الافكار اللي في دماغكم بتتبخر، او اللي هي زي مثلا صورة بالرمل وبتطير قدامكم، بتختفي وبيبقى قدامكم سواد تام. اخر حاجة بقى هنقولها ان هي لازم ان انتوا تناموا بالليل وتظبطوا نومكم، يكون ليكوا وقت محدد للنوم ووقت محدد للصحيان، لان لخبطة النوم بتسبب الارق. ولازم طبعا لما نيجي ننام لازم ننام في وقت بدري شوية ويكون خلال الليل، لان لما بعد الفجر او النهار بيطلع خلاص العقل بيكون في حالة نشاط، وده بيسبب اصلا اضطرابات كتيرة غير اضطرابات النوم وبيعمل مشاكل كتيرة جدا. فحاولوا تناموا والدنيا ضلمة. لو شغلكم حكم عليكم ان انتوا بتناموا الصبح او ان انتوا بتطبقوا او كده، حاول لما تروح البيت تقفل كل الشبابيك وتضلم كل المكان اللي انت نايم فيه. حاولوا تركبوا ستاير لونها اسود مصمطة علشان خاطر ما تدخلش اي ضوء، ونفس الشيء على البيبان. حاولوا ما يكونش فيه اي ضوء داخل الاوضة، ويكون ظلام تام علشان خاطر تقدروا ان انتوا تناموا، لان الضلمة بتساعد
جدا 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 على النوم. وطبعا حاول تحافظ على الهدوء حواليك علشان خاطر تقدر تسترخي وتنام. وبس دي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم وافادتكم. ولو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك سبسكرايب للقناه، واي حد عنده استفسارات عن الفيديو يكتب لي في الكومنتات تحت. وما تنسوش تشتركوا عندي في قناتي على التيك توك، بفتح لايفات هناك بجاوب على اي اسئله واستفسارات. وكمان بقدم استشارات مجانيه على الانستجرام، ما تنسوش تشتركوا هناك برضو. وبس كده، وميرسي على المشاهده جدا. Love you.